بصوا يا جماعه عشان اوريها لكم قد ايه هشه، قد ايه جميله. بصوا يا جماعه، بصوا الشوكولاته ماسكه فيها ازاي. حبايب قلب ام غنى واخواتي منورين الدنيا كلها، هم يا حبايبي منورين الدنيا، احلى اخوات في الدنيا. مش تنسوا اللايك الحلو وصلوا على الحبيب عليها افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي بيحب بقى ام غنى يحط اللايك، اللي بيحب ام غنى يحط اللايك الحلو اللي منه. انا عارفه ناس كتير بتتفرج على الفيديو وما بتحطش اللايك، فبالله عليكم قدروا تعبي. لو انتوا عاجبكم الفيديوهات حطوا اللايك، مش هيجرى حاجه يعني. حطوا اللايك كده بتاعكم الجميل، الله يكبر بخاطرك. يلا هتحط اللايك الحلو بتاعك وربنا يكبر بخاطرك جبرا يتعجب له اهل السماء والارض. وربنا يسعدك يا رب اللي بتحبني وهتحط لي لايك وكلمه حلوه كده في التعليقات، وقولوا لي ايه رايك في الفيديو، اذا كان حلو ولا وحش. يعني قولوا لي كده ايه. انا شايفاكي لما تحطيش الاشتراك انت. قولي لي بقى ايه رايك في الفيديو، يعني قولي رايك كده واذا كان الفيديو عاجبك ولا لا. تتفرجي وخلاص، ما بتحطيش ولا لايك ولا اشتراك. مين دي؟ الناس اللي بتتفرج علينا. في ناس كتير فعلا بتتفرج على الفيديو ومش بتحط اللايك، فبالله عليكم حطوا اللايك عشان نرفع الفيديو. تعالي سلمي عليهم يا غالي. المهم يا حبايبي، المهم تعالوا بقى نعمل مع بعض حاجه حلوه. العيال بقى لهم فتره كده بيزنوا عليا، يلا يا ماما اعملي لنا حاجه حلوه. فالفيديو النهارده مفيد وهيعجبكم جدا. فانت لو مكسله قومي كده وتشجعي واعملي للعيال حاجه حلوه، مع ان الدنيا حر والجو حر، بس طبعا لازم نرضي عيالنا ونرضي اولادنا. وبحاجات بسيطه في البيت هتعملي لهم حاجه حلوه، وحاجه حلوه هتعجبهم جدا. فيلا بينا نشوف ايه هي الحاجه دي، هتبقي استاذه فيها. اكيد ناس فيكم يعني اكيد ناس كتير منكم عارفينها وبيعملوها. فانا هعمل حاجه حلوه، اللي مش عارفها هيستفيد. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجه كده معايا اللبن. لو انت ما عندكيش لبن انزلي هاتي لبن. عايزين نص كيلو، بس نص كيلو، هناخد نص كمان. نص كيلو هناخد نص، يعني ربع كيلو لبن. تمام، مش هحط ده كله، هو ربع كيلو لبن. فيلا بينا. كل حاجه هنعايرها بالكوبايه دي. معايا 3 بيضات، 3 بيضات اهو، 3 بيضات اهو. تمام، ونص كيلو لبن. قولي ربع كيلو لبن، يعني الكوبايه دي انا عايزه بس ملو الكوبايه دي لبن. تمام. معايا 2 كيك شيف او بيكنج باودر، يعني زي ما تحبي. بس انصحك الكيك الشيف هو اللي حلو قوي في الكيك لو هتعملي كيك. بس انا مش هعمل كيك، هقول لكم هعمل ايه، يعني حاجه تشبه الكيك. وهنا اللهم صل على النبي 2 فانيليا عشان البيض طبعا. تمام. ومعايا دقيق وسكر وكاكاو. كاكاو، سكر، دقيق. تمام. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. الدقيق ده خليه في جنب لوحده دلوقتي، مش عايزينه دلوقتي خالص. المهم يا ولاد، كل حاجه هنشتغل بها هي الكوبايه دي، هي الكوبايه دي. معايا الخلاط. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله كده. هنحط الاول كوبايه اللبن. لو عندك اللبن اي لبن عندك يا جماعه، اي لبن عندك، اي لبن عندك. تمام. معايا كوبايه لبن اهي. لو اللبن عندك مغلي عادي مفيش مشكله، يعني لبن مغلي لبن مش مغلي. لو هو لبن مغلي يعني سيبيه ما يبرد خالص وتستعمليه عادي. وبقى هنزل بايه؟ كوبايه اللبن اهي يا جماعه. هنزل بكوبايه اللبن. تمام. هنزل بالكاكاو كوبايه عامه اللي انا حطيته ده، نص كوبايه كاكاو. هي كوبايه كاكاو. هنحط ايه عشان بس دي نحط زي كوبايه دي، عاملين كده كوبايه كاكاو.
دي كده كوبايه كاكاو، كوبايه كاكاو خام بالكوبايه دي، بس عشان دي فيها لبن فايه الكاكاو هيمسك فيه. تمام. هنا هنحط، حطينا كوبايه لبن، كوبايه كاكاو، نفس الكوبايه دي انا حطيت كوبايه. لو عندك نص كوبايه كاكاو بس مش مفيش مشكله، عشان الكاكاو غلي. الكاكاو يا جماعه الكاكاو الخام غلي، غلي جدا. فلو عندك نص كوبايه يبقى احسن يعني. انا كنت بعمل الاول بكوبايه كاكاو كامله. لو انا عندي حبه كاكاو يعملوا نص كوبايه هحطهم، بس انا طالما انا عندي بحط كوبايه كامله. يعني ايه، مش هنقف على الحته دي يعني. فكوبايه كاكاو او نص كوبايه كاكاو، عشان الكاكاو غلي، الكاكاو الخام غلي، هتغلى قوي. كوبايه سكر. تمام. كوبايه زيت. مش عايزه يعني ايه تلتين كوبايه زيت، عشان مش عايزاها تبقى زيت كتير اهي. تمام. كوبايه الا ربع زيت يا جماعه، كوبايه الا ربع زيت، عشان انا مش عايزه يبقى فيها زيت كتير. تمام. هي المفروض كوبايه زيت، بس انا عملت كوبايه الا ربع عشان احنا زيوت. ده شغال. هنسمي بسم الله كده ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، ونضرب المكونات دي كلها. كوبايه لبن، كوبايه كاكاو، كوبايه سكر، كوبايه زيت. ما عندكيش زيت كتير، كوبايه الا ربع زيت. ما عندكيش كاكاو كتير، نص كوبايه كاكاو عادي، مفيش اي مشكله. لكن السكر لازم كوبايه سكر عشان يطلع مظبوط، ولازم كوبايه لبن عشان. بس هادخل المكونات بس كده فيها، نحسها كده ايه، لازم اضربهم كويس قوي عشان السكر يدوب. اللي بقى ما ضربتهم كويس قوي هوريكم بقى ايه السمك بتاعها عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه، هعمل ايه بقى، هنزل كده في المج ده. المج ده ياخد ايه، نفس المعيار الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها. يعني لو عندك كوبايه زي دي امليها، عندك كوبايه زي دي امليها برضو. يعني دي تمشي ودي تمشي ودي تمشي. هقول لكم ليه. لو عندك بنت زي دي لازم تاخد حته من دي. لو عندك بنت زي دي لازم تاخد حته من دي. منك يا روبه. فاحنا هنفضي، مش هنفضي كله، هنملى بس كوبايه منه. تمام. هقول لكم ليه. تمام. طبعا لسه فيها اهي، لسه فيها. احنا شلنا نصه بس، نصه في كوبايه، نصه في كوبايه وسيبنا نص، عشان هقول لكم هنعمل فيها ايه. بصوا الكوبايه دي هتتحط في التلاجة. الكوبايه دي ايه، عباره عن شوكولاته. لو حبيتي تعملي شوكولاته لاولادك زي دي كده، هي اصلا بصوا السمك بتاعها عامل ازاي. بصوا يعني هي مش بتقع ايه. بصوا، عايزاها بقى فيها لمعه اكتر من كده، حط كوبايه زيت كامله. انا حطيت كوبايه الا ربع. تمام. عايزاها بقى تبقى فيها لمعه جامده كده زي الشوكولاته اللي ايه اللي لونها جميل دي، حطي كوبايه زيت كامله. عايزه اقول لكم يا جماعه تحفه. بصوا بتنزل ازاي. لسه هنحطها في التلاجة فهتمسك شويه. احنا مش عايزينها ولا تمسك ولا تبقى ماسكه قوي، ولا تبقى هو السمك ده حلو قوي، بس انا هحطها في التلاجة. تمام. هحطها وارجع لكم. يلا بينا نشوف هنكمل نعمل ايه. الثلاث بيضات اهو، هنزل بالثلاث بيضات على نص الايه الشوكولاته اللي احنا سيبناها. دي شوكولاته يا جماعه ممكن تعملوها لاولادكم عادي وايه تحطوها لهم في سندوتشات. الشوكولاته اللي انا حاططها في التلاجة دي. تمام. ممكن تعملوا الشوكولاته بس، يعني تعملوا شوكولاته بس كده وتعملوها لاولادكم مثلا في ايه، في سندوتشات جميله جدا. تعمليها مثلا وتحطها في علبه وتخزنها في التلاجة، تعملي بقى حلويات، تعملي بقى حاجه جميله. فاحنا كده ايه، احنا كده حطينا 3 بيضات، فكان لازم نحط ايه 3 فانيليا، بس انا ما عنديش الا 2. تمام. هحطهم
يعني انا ليه بقول لكم كل حاجه كده؟ عشان مش تقف على حاجه، يعني الموجود في البيت اعمليه. سيبي يعني سلكي نفسك. طبعا حطيت حاضر، حطيت ال3 بيضات. حطي دي في باب التلاجة، في باب التلاجة. حطينا ال3 بيضات وحطينا عليهم 2 فانيليا. 2 فانيليا. احنا كده خلاص ما عدناش عايزين الخلاط ده، هنركنه على جنب. هننزل بقى بالخليط ده فين؟ هنا في البوله دي عشان هنعجن فيها بقى. خلي بالكم كوبايه الشوكولاته التانية ده انا هعوزها طبعا. هسيب الحاجات اللي في الدرق دي، لا هحط عليها ميه وهنعملها كده اهو. ميه يا ام غنى، ميه. نعملها كده اهو خساره. لو مش انا بقول لكم اوعي تقف على حاجه هتبوظ يا ام غنى. لا اهي دي كنت هرميه، لا مش هيترمي. يعمل كوبايتين دقيق. تمام. كوبايتين دقيق بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها. تمام. ده لازم تتنفل، اي دقيق عندك لازم يتنفل. بخلي لو انت بتعملي كيكه تبقى هشه، لو انت بتعملي حاجه قرص اي حاجه بتبقى هشه، تبقى جميله يعني. صرف النظر عن اللي انت بتلاقيه يعني مكان العطار، صرف النظر عن اللي انت بتلاقيه في الدقيق، يعني حبايه رزيه، مكرونيه، في شرايح. تمام. مش حاطين البيكنج باودر. هنزل البيكنج باودر كده. هحط واحده دلوقتي اهي، دي لسه مش حطيتها. وهقلب. تمام. بسم الله. عشان لو عوزت دقيق تاني. طبعا احنا كده دي كوبايتين يا جماعه. بصوا مش هنعوز تاني بيكنج باودر، ولا هنعوز بصوا يا جماعه بيكنج باودر كمان. يبقى كده نزلنا ب2 بيكنج باودر او 2 كيك شيف. طبعا هي عايزه سوائل. العجينه في دقيق عن دقيق يفرق يا جماعه. الدقيق عايز سوائل. هكمل بميه عادي. انا بعمل لكم اللي انا بعمله، يعني بعمل لكم زي ما انا بعمل في بيتي، وعارفه انا بعمل ايه، عشان انا عاملاها كذا مره وعارفاها بعملها ازاي. يعني اللي هتقول انت حاطه ميه، حط ميه. احنا هننهض لبن، حالتك حلوه حطي لبن. تمام. انا سامعه واحده بتقول مش تمام. لا تمام. تعالي بقى اما اوريكي. بصي الصوت بتاعها انا عايزاه كده، يا جماعه. تمام. طبعا لقيت العجينه عشان في دقيق عن دقيق يفرق، فممكن لو الدقيق مسك معاكي شويه، يعني لو الدقيق لو حطيتي كوبايتين ومسك معاكي شويه عادي، كملي بميه عادي، مش هيجرى حاجه. يعني حطي زي نص كوبايه ميه كده لغايه ما تاخد السمك ده. بصوا السمك ده يا جماعه اهو. بس كده. الصينيه معلقه سمنه كده وهدهن، يعني مش معلقه، حاجه بسيطه كده وهدهن بيها دي. بصوا. تمام. بقت دي كده صغننه كده. نغلفها بس كده، نغلف السمنه بيها. بسم الله. طبعا في الوقت ده هكون مشغله الفرن. في الوقت ده مشغله الفرن يسخن. تمام. تخبطوها خبطتين كده. بصوا بقى انا عايزه اوريكم حاجه. لما انا خبطتها بصوا الفقاقيع دي، بقى الفقاقيع دي كده. تمام. هحطها بقى في الفرن
ونرجع مع بعض تاني. هتحطها ازاي يا ام غنى؟ طبعا ههدي النار، خير الامور الوسط، ولا يكون النار عاليه ولا تكون هاديه قوي ولا تكون عاليه قوي، تكون ايه وسط كده. دي مفيش درجه حراره للفرن. هدخلها الفرن ونرجع مع بعض. بصوا بقى يا جماعه، انا طلعتها من الفرن اهي، بس لسه سخنه، هسيبها تبرد شويه. بصوا دي مكان ما انا ايه، دي مكان ما انا غزيت السكينه كده، كانت لسه مش استوى. تمام. فانا طبعا دي التانية، دي التانية لما انا سبتها كمان 10 دقايق في الفرن عملت كده اهي، اهي كده استوت وطالبه الاكيل. تبرد بس خالص وهقول لكم هنعمل ايه فيها تاني. سبتها تبرد شويه، يعني هي مش بردت قوي بس ايه، بردت شويه يعني. اغزغزها كده، تعالوا اوريكم كده كلها كده بالطريقه دي. تمام. بغليه. تمام. هاخد منه بس شويه كده زي معلقه كبيره، وهنزل بيه كده ايه مع الكيك، معلقه ايه تشربها كده، اضطر الكيكه شويه. تمام. معلقه لبن، ما عندكيش لبن مثلا حبه ميه بسكر. تمام. معلقتين ميه بسكر كده. عملنا كده. تعالى بقى اما اوريكم هنعمل ايه تاني. هنا الشوكولاته اهي جبتها من التلاجة. بصوا مسكت شويه، بصوا مش عارفه راضيه تنزل، ما عادتش راضيه تنزل، مسكت شويه. جبتها من التلاجة اهي. تعالوا بقى نفضيها على الكيك. ليه بقى بسيبها اما تبرد؟ علشان خاطر لما تبرد الشوكولاته ما تسحش عليها. احنا ما صدقنا الشوكولاته ايه تمسك شويه، زي ما انتوا شايفين كده. عايزاها بقى تبقى مسويه شويه، تبقى متساويه كده عشان الشوكولاته ايه تاخد وتدي معاها كده. بصوا شكل الشوكولاته هتبقى عامل ازاي. قطع على طول ساعه بالايه بمكوناتها بعمايلها يعني. تمام. خدت نص ساعه في الفرن، ساعه الا ربع، يعتبر ساعه الا ربع. هنعمل نسكافيه مع بعض. بسم الله. بصوا يا جماعه، قلت لما اقرب لكم الكاميرا كده وانور لكم الدنيا شويه اهو. عايزه اقول لكم طريه وانا بقطعها. ليه بقى؟ عشان حطيت معلقتين اللبن اللي ايه اللي في الاول دول بتاعت الكيك. بصوا بصوا بتبظ الشوكولاته ازاي. بسم الله. هعملها صغيره شويه كده عشان خاطر ايه بيمسك قطعه ياكلها. تعالوا بقى اما اطلع قطعه كده بقى من هنا من الجنب كده. بسم الله. بصوا يا جماعه عشان اوريها لكم قد ايه هشه، قد ايه جميله. بصوا بقى، بصوا يا جماعه، بصوا الشوكولاته ماسكه فيها ازاي. بصوا من جوه عامله ازاي، من جوه عامله ازاي هشه. ندوق بقى، ندوق. الله الله. هعمل لي بقى كوبايه نسكافيه، كوبايه نسكافيه كده. تمام. وده عشايا بقى. عملت لي كوبايه نسكافيه. اتفضلوا بقى معانا، اتفضلوا بقى نسكافيه او شاي وكيك. يا سلام، احلى عشاء ده ولا ايه؟ واحلى فطار يعني، تفطري بيه تتعشي بيه. بس دي للعيال، انا عاملاها عشان خاطر العيال. بصوا كوبايه النسكافيه دي في جنب كده،
واطلع بقى للعيال كل واحد قطعه. عندنا ضيف صغير، هو مش ضيف، هو صاحب بيت يعني، فانا حبيت ان انا اعمل له حاجه حلوه يبقى فرحان بيها. بصوا، اطلع له قطعه. طبعا القطعه اللي انا اكلت منها دي هتبقى بتاعتي. واطلع لي ايه العبير والايه عمر مش هنا. طلع لهم كل واحد قطعه كده اعمله هنا. الله الله الله. دي بقى هتتحط في التلاجة كمان. لما تتحط في التلاجة كده بتشد، بتبقى تحفة. قولي لي بقى ايه رأيك في الفيديو، قولي لي بقى ايه رأيك في الفيديو، وايه رأيك في الكيك اللي بالشوكولاتة او جاتو شاتو. في ناس بتقول عليه جاتو شاتو، في ناس بتقول عليه كيكة بالشوكولاتة. فقولي لي بقى ايه رأيك في الايه في الكيكة دي. مش تنسوني بقى بلايك حلو منك كده، واشتركي في القناة وشجعيني كده، شجعيني بلايك حلو كده. وكل اللي بيحب ام غنى يحط اللايك الحلو بتاعه. يلا بينا. وقولي لي في الفيديو، قولي لي في التعليقات اذا كان الفيديو عجبك ولا لا، وايه الحاجات اللي يعني ايه عايزه اخد رايكم كده. وقولي لي مثلا بصوا يا جماعه، لو زودتوا الكاكاو العجينه هتبقى اغمق من كده، فحط كوبايه كاكاو. لو انت يعني حالتك حلوه حط كوبايه كاكاو. لو انت حالتك يعني مش ولا بد وعلى يعني نص نص، حطي ايه كوبايه الا ربع كاكاو. تمام. فهي بصوا مظبوطه، السكر بتاعها مظبوط. انا بحب الحاجه اللي هي الوسط، ولا سكرها عالي ولا سكرها ايه يعني يكون السكر معقول. فايه فعايزاها تكون مسكره قوي، حط كوبايه ونص سكر. فيلا بينا يا حبايبي. ده كان فيديو النهارده. مش تنسوني بقى باللايك بتاعك. ويلا بقى اروح انا استفرد بالحاجات دي وادي العيال عشان مستعجلين عليها. يلا بينا.